السلام عليكم، واش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كلشي على خير وبخير. كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم مزيانين. لا فيديو ديالي لقاكم على خير وبخير. ايوا جيبي واحد الورقه وستيلو واجي معايا نذكروا انا وياك الاثمنه. سجليهم عندك، راهم ينفعوك. اول حاجه غنبداو بها هي الصابلي. بالنسبه للصابلي كيبقى على حسب الاشكال وحسب التزيين، واش معجون بزبده سبيسيال واش معجون بزبده عاديه. الا كان غير بزبده عاديه اللي هي المارغرين ومفيني بكاوكاو اولا مفيني بالشوكولا كالا، الثمن ديالو كيبقى ب80 درهم الكيلو. الا كان صابلي بزبده سبيسيال ومفيني باللوز ومفيني بشوكولا من نوعيه مزيانه، كيبقى الثمن ديالو كيبدا من 130 حتى 150 درهم على حسب التزيين ديالو وعلى حسب شحال هاز. بالنسبه الصابلي اللي مفيني غير باللوز وما فيهش نهائيا لا شوكولا لا والو بزبده سبيسيال، كيمشي ب100 درهم الكيلو. يعني فاش كنقول لكم زبده سبيسيال راكم عارفين، يعني الزبده اللي من نوعيه مزيانه اللي صالحه للاكل، يعني نقدروا حنا ناكلوها. هذا بالنسبه للصابلي. بالنسبه الفقاس اللي كنخدموه يعني الخدمه العاديه ديالنا كيمشي ب80 درهم الكيلو. اللي بلا لوز كيمشي ب70 درهم الكيلو. بالنسبه للفقاس الملكي حاليا واصل 190 درهم الكيلو. الفقاس الملكي هو اللي كيكون مفرش فيه اللوز والكركاع الى اخره. بالنسبه للرخامه كيف ما تشاركت معكم في لا فيديو ديال البارح، دايره 90 درهم الكيلو بالكاوكاو والكراميل. بالنسبه للمعمول داير 80 درهم الكيلو. بالنسبه للحلوه ديال البوق دايره 65 درهم الكيلو. بالنسبه للريش بوند هذا العام هذا غادي دير 80 درهم الكيلو. بالنسبه للمعلكات سواء ديال السميده سواء ديال الكاوكاو كيبقاو 80 درهم الكيلو. المعلكه ديال اللوز والكركاع كتمشي ب190 درهم الكيلو. فاش كنقول لكم المعلكه ديال اللوز والكركاع راه غير لوز وكركاع ما كاينش الدقيق. بالنسبه لحلوه اللوز عفوا غير الكعبه بوحدها كدير 140 درهم، والحلاوي الاخرين كلهم كيديروا 150 درهم. والحلوه اللوز اللي بدون عجين كتمشي ب180 درهم الكيلو. يعني الكيلو معبور، انا هنا كنهضر لكم على كيلو معبور ماشي كيلو عجنه. انا ما كنخدمش بكيلو عجنه وما نقدرش نعطيكم الاثمنه ديال كيلو عجنه. كيف قلت لكم بالنسبه لحلويات اللوز اللي ما فيهمش العجينه كيمشيو ب180 درهم الكيلو. بالنسبه للبهله، البهله الا كانت مقومه على حقها وطريقها لوز وزنجلان وكراميل الى اخره راه كتمشي ب85 درهم الكيلو. كانت غير بهله عاديه بالزنجلان وما فيهاش اللوز ما فيهاش يعني كثره القوام كتمشي ب60 درهم 65 درهم الكيلو. بالنسبه لي بلاطو، يعني بالنسبه لي بلاطو كيبقاو على حساب. الا كان بلاطو كله غير صابلي كيمشي ب100 درهم. يعني كنعطيكم الاثمنه اللي كاينين دابا كيمشي ب100 درهم. كان مخلط فيه مثلا شكل ديال الفقاس والبهله كيمشي ب120 درهم والباقي صابلي. كان داخل فيه اللوز كيمشي ب150 درهم الكيلو، يعني جوج صفوفات ديال اللوز وصابلي وتكون بهله ولا يكون فقاس. هادو بالنسبه للاثمنه ديال لي بلاطو. بالنسبه للحلوه بارده كتبقى على حسب العماره. الا كانت العماره غير ديال الكاوكاو والكراميل كتمشي ب100 درهم الكيلو. الا كانت العماره بالبخاليني ونواد كوك اناناس كراميل الى اخره كتوصل حتى 150 درهم الكيلو. راكم عارفين البخاليني ديال اللوز غالي بزاف. عارفين اللوز حاليا فين واصل؟ حاليا راه اللوز واقف في 80 درهم الكيلو. ويعني علم الله من هنا لهاد الايام ديال العيد واش غيتزاد ولا ضروري. راكم عارفين حنايا كنستغلوا غير هاد المناسبات وكنستغلوا غير بحال هاد الحوايج بس باش كنزيدوا في الاثمنه. راه ابسط مثال هو البيض اللي ما كايناش تقريبا شي حلوه بلا بيض. راه اكثريه الحلاوي حنا كنخدموهم بالبيض. البيض ما حاليا دابا راه كتشوف شي مدن راه واصل راه قريب ل50 ريال الحبه. وفي نظركم بلاطو غتجيبوا السيده شحال غتخدم فيه؟ تخدم فيه مثلا الفقاس جوج عجنات ديال الفقاس. يعني فاش كيتزادوا الاثمنه
حنا راه ما كرهناش يعني كاع نخدموا بثمن نازل وكلشي ياخذ الحلوى وكلشي وحتى حنا نخدموا، ولكن حنا حاليا دابا راه كنخدموا غير مع الكليان اللي يعني اللي يعني ما عندهمش مشكل اولا كيف ما نقولوا باغيين غير واحد الخدمه نقيه وخدمه زوينه. اما بالنسبه للناس مساكن اللي ما يقدروش ياخذوا من طبيعه الحال ما يقدروش واحد الكيلو ديال الصابلي ولا كيلو ديال الفقاس اللي دابا حاليا الفقاس شحال هذا، كنت انا كنعقل الفقاس راه كان تيتخدم غير ب50 درهم للكيلو، الا غلا 60 درهم. دابا الفقاس وصل 80 درهم، يعني من هنا لقدام يقدر يوصل حتى ل 100 درهم، وكاين اللي كيدفعوا حتى ب 100 درهم للكيلو. على العموم يعني غنطلبوا من الله يدير شي تاويل تاع الخير. يعني بالنسبه لهاد الاثمنه راه خياليين، بالنسبه للسلعه راه تزادت بزاف بزاف بزاف. في كل شيء تزاد، يعني فاش كتمشي تقدا غتلقى كل شيء تزاد. يعني بالنسبه للاخوات اللي باقي ما تقداوش وغيمشيو غيلاحظوا. ودابا الكليان يعني كيبغي داكشي بريستيج، كيبغيه زوين، كيبغيه عاطي للعين. يعني مادام واحد الحاجه عاطيه للعين راه من طبيعه الحال الثمن غادي يكون زايد. والا بغيتي واحد واحد الحاجه اللي لوز راه بثمنها. وبغيتي داكشي ديال الناس اللي راهم الله يسمح لهم كيغشوا ما بين اللوز وكاوكاو، هادوك خلاص راه كيدفعوا غير بالثمن اللي هما عاجبهم. بالنسبه للحلوه ديال الكاوكاو بجميع انواع ديالها كدير 100 درهم 100 درهم للكيلو. يعني كاين الناس اللي كياخذوا حلوه الكاوكاو من السما من السما بالنكهه ديال اللوز، يعني كياخذوها كتكون هكا. يعني كتكون دايره 100 درهم للكيلو. انا عندي شي ناس طالبين حلوه كاوكاو واخدين حلوه اللوز ولكن طالبين حتى حلوه كاوكاو. وبالنسبه للثمن ديالها يعني حلوه كاوكاو تقريبا راه ما تزادتش، يعني من داك العام راه باقا في 100 درهم. بالنسبه لهاد الاثمنه اللي عطيتكم انا راهم يعني كل واحد يخدم بالثمن اللي مسلكو، كل واحد يخدم بالثمن اللي عجبو. انا كنقول لكم غير الثمن اللي كاين حاليا في الاسواق، تنقصي تزيدي داكشي كيبقى ديالك نتيا. انا هذا الفيديو هذا درته غير للناس اللي يعني صراحه باغي الاثمنه وكيسولوا على الاثمنه. وفي هذا الفيديو راه عطيتكم غير الحوايج اللي غيتخدموا، بحال مثلا الحلوه ديال السكر كلاصي او الحلوه ديال الهلال. هذيك راه كتبقى ب70 درهم الكيلو، اللي ما فيهاش البيض، فيها غير الزبده والكاوكاو والزيت. مفينيه كتكون عشق الهلال ولا تكون كتخدموها بالمرشم. المهم هاد لا فيديو كيف قلت لكم انا يعني درتو للناس اللي طالبين على الاثمنه، وحاولت نعطيكم غير الاشياء اللي كتخدم بزاف. بالنسبه للاشكال ديال دوازاتي كلهم، يعني فاش كنقول لكم دوازاتي يعني الحلوه ديال المطبعه بحال المطبعه بحال الشهده الى اخره، هذيك كتبقى ب70 درهم الكيلو باش غنخدمها انا هاد العام. المهم انا حاولت انا نهز لكم غير لقطات من لي فيديو اللي عندي هكا باش نشاركهم معكم، ومن طبيعه الحال نشارك معكم حتى الاثمنه ديالهم. وبالنسبه للملوزه ديال اللوز حتى هي راه كتبقى ب 180 درهم الكيلو. يعني كاع الحاجه اللي ما فيهاش العجينه ديال اللوز كتبقى ب 180، اللي فيها العجينه 150. الكعبه بوحدها اللي دايره 140 درهم من غير المنقوشه هي اللي كتخدم ب 150 درهم. وهنايا غادي نخليكم على خير وبخير، وكنتمنى ان شاء الله لا فيديو ينال اعجابكم. ما تنسونيش من لايكاتكم وبارطاج لا فيديو. وهاد الاثمنه اللي عطيتكم حاولوا انكم تكتبوهم في واحد الكتاب عندكم باش يبقاو عندكم، ماشي كل مره تبقاو تسولوا بشحال هادي بشحال هادي بشحال هادي بشحال دفعتي هادي ولا بشحال خليتي هادي. وهنايا غادي نقول لكم مع السلامه وخليتكم في امان الله.